وصل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى إيران على رأس وفد رفيع المستوى تستغرق زيارته 3 أيام. ويعتبر السلطان قابوس أول زعيم يزور طهران بعد تولي الرئيس حسن روحاني لمنصبه. هذا فيما قالت وكالة الأنباء العمانية إن الزيارة تأتي تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين. من جهتها ذكرت مصادر في السفارة العمانية في طهران أن زيارة السلطان قابوس تأتي في إطار سعي سلطنة عمان لاتخاذ خطوات أكبر في المسار الذي سلكته منذ أعوام كوسيط بين إيران وبعض الدول الغربية. في إيران أيضا حذر مساعد قائد أركان القوات المسلحة العميد مسعود جزائري من تداعيات شديدة على البيت الأبيض إذا ما تجاوزت واشنطن الخط الأحمر في سوريا، هذا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس. وأضاف جزائري أن الحرب الإرهابية الحالية في سوريا على حد وصفه دبرت في الولايات المتحدة والدول الرجعية في المنطقة ضد جبهة المقاومة في وجه إسرائيل، ورغم ذلك حققت الحكومة والشعب السوري نجاحات كبيرة. نتابع الموضوعين. معي في الاستوديو هنا كاميليا انتخابي فرد الباحثة في الشأن الإيراني. أهلا بك كاميليا معنا من جديد في نشرة الرابعة. بداية أريد أن أتحدث عن زيارة السلطان قابوس إلى إيران. لماذا هو أول شخصية خليجية تزور إيران بعد تنصيب روحاني؟ السلطان قابوس لديه علاقات مهمة وعميقة وقديمة مع إيران تعود إلى زمن بهلوي عندما كان هو رئيسا، والبلد يحاول أن يبني استراتيجيات وتحالفات قوية، وهذا النوع من العلاقات استمر حتى بعد الثورة. والسلطان قابوس لعب دورا مهما وجوهريا خلال الحرب بين العراق وإيران، وكان يقود اجتماعات سرية في مسقط أو قبل سنة من توقيع الاتفاقية، ولكنه لم يحقق اتفاقية السلام إلا أنها تم بناءها وخاض مفاوضات أدت إلى الاتفاقية بعد سنة. والسلطان قابوس طور علاقات المملكة المتحدة مع إيران والسعودية مع إيران سنة 91، ولعب دورا رئيسيا خاصة مع وساطته للبحارة البريطانيين في سنة 2007 لإطلاق سراحهم، وكذلك العديد من الحالات التي يمكن أن نذكرها. وكعضو من الخليج العربي لديه دور مهم جدا في حل المشاكل، وأحاول أن أقول بأن العلاقة مهمة جدا وتتعدى مجرد كونه جار، فهي عميقة ومهمة. أسأل لكن أريد إجابة مختصرة حتى أتحول إلى الموضوع التالي. ما هي الرسالة التي يحملها سلطان قابوس باختصار؟ قبل الشهر وزير الخارجية كيري كان يزور عمان وأجرى مفاوضات مهمة وعميقة مع سلطان قابوس، وكلاهما أعلن بأن جزء من النقاشات كانت حول إيران، وكان ذلك قبل شهر. واليوم حسن روحاني تولى السلطة، وسلطان قابوس هو أول رئيس أو مسؤول دولة يزور إلى إيران، وأنت متأكد أنه سيتحدث مع عن البحرين وسوريا، وكذلك حول تطوير العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مع إيران. أنا أعرج على الملف السوري وموضوع التهديدات الإيرانية لواشنطن بأنه أي تدخل عسكري يمكن أن يصل تأثيره إلى البيت الأبيض. كيف نقيم هذا التصريح؟ منذ أن أصبح روحاني هو الرئيس، فمن الواضح بأننا نسمع أصوات موحدة من أو صوت واحد فقط من السياسيين الإيرانيين وهو روحاني، فهو يحاول أن يتحدث بشكل عام عن الملف النووي وأخذها إلى وزارة الخارجية من أجل قطع يد الحرس الجمهوري والمخابرات من المفاوضات. وإذا ما عدنا إلى سؤالك، فكما ذكر روحاني يوم أمس وكان يزود قبر الخميني مع أعضاء حكومته، وكان يتحدث عن الهجمات في سوريا، وقد أدان ذلك العمل وقال أن إيران تدعم عزل السلاح
أو عزل السلاح عن كل من يستخدمه ضد الشعب السوري، وهو وقف على نقطة واحدة وهي إدانة إيران لهذا العمل، ويعني أن إيران تظهر بأن الباب مفتوح للمفاوضات فيما يخص سوريا، وما ذكر اليوم فمن أنها مهمة وكذلك غير مهمة في نفس الوقت، فيجب احترام ما يقوله الحرس الجمهوري. وكانوا يدعمون بشار الأسد لسنوات طويلة، وكانوا يدربون ميليشيات الأسد وحزب الله أرسلت المنطقة، فكان لابد أن يقولوا شيئا. وكما يؤمن الإيرانيون، وأنا آمر بصفتي خبيرة في الشؤون الإيرانية، فيجب أن يكون فقط صوت واحد خارج من إيران، وهو صوت الرئيس حسن روحاني. آية الله خامنئي أعطاه بعض الأوراق المتقدمة للاعبها، وبالتأكيد لا يستطيع لعب أوراقه ما لم يتلقى الدعم، وكذلك تقليل التوترات في البحرين وحل بالتأكيد الملف النووي، ويجب أن لا نأخذ باقي الآراء. شكرا جزيلا لك. معنا كانت في الاستوديو كاميلا انتخاب الفرد الباحثة في الشأن الإيراني. شكرا لك.